المقابله ديال غدا ديال فريق الرجاء الرياضي امام الفتح الرباطي، المقابله اللي ما كتقبلش اي نتيجه اخرى من غير الانتصار ديال الفريق الاخضر. اي نتيجه اخرى غتدخلنا في مرحله ديال الشك وفي مرحله اللي ما كنتمناوش اننا نوصلوا ليها، اللي غيطيحوا فيها بزاف ديال الرؤوس فريق الرجاء الرياضي، اللي من اولهم غيكون المدرب زني باور المدرب الالماني، لان هناك ضغوطات كبيره من بعض المنخرطين وايضا من الجماهير باش ان المدرب يتغير. لكن بعض الجماهير الاخرى كتثق في المدرب وكتدعم المدرب، لكن الجماهير ما غاديش تقبل اي نتيجه اخرى من غير الانتصار. لهذا لابد من الانتصار غدا ديال فريق الرجاء الرياضي امام فتح الرباطي باش ان الامور ترجع تتلائم في الفريق الاخضر. هناك بزاف انتقادات للمدرب وايضا لبعض اللاعبين، وكنعرفوا ان الانتقالات الشتويه قربت، اذا اي نتيجه في هذه المقابلات الاخيره اللي قبل الانتقالات الشتويه غادي تكون حاسمه في المصير ديال المدرب زني باور المدرب الالماني. لهذا كنتمنوا ان المقابله ديال غدا انها تسالي ان شاء الله بالانتصار باش ان الامور ترجع للمسار ديالها والمياه ترجع للطريق ديالها، باش ان الفريق الاخضر والاداره ديالو تفكر في حوايج اخرى باش تطور بها الفريق الاخضر، ما تفكرش في التغيير ديال المدرب وشكون المدرب اللي غيجي وشكون اللاعبين اللي يتم التغيير ديالهم. لهذا الانتصار هو اللي يخلينا اننا ما نمشيوش في هذه الطريق هذه اللي ما كنتمناوهاش، لا حنا كجماهير ولا ايضا الاداره ديال فريق الرجاء الرياضي ولا ايضا المدرب زدي باور اللي باغي يكمل في فريق الرجاء الرياضي، كما كنعرفوا انه لاقي راحته وانه باغي الفريق انه يكمل معاه ويمشي معاه مزيان. لهذا كنتمنوا ان النتائج الاخيره ان شاء الله في صالح الفريق باش ان الامور تكون مزيانه للاطراف كلها. المقابله اللي ما غاديش تكون سهله، خصوصا انا كنعرفوا فتح الرباطي ماشي فريق اللي سهل، فريق اللي عانيد وديما كنلقاو معاه مشاكل خصوصا في الميدان ديالو. لهذا المقابله غتكون ملغومه، كنتمنوا ان المدرب انه يدخل بالتشكيله اللي ممكن اننا نجيب لنا الانتصار، ما يكونش فيها تفلسف، لان بعض التفلسفات ديال المدرب هي اللي خلاتنا نوصلوا لهاد النتائج هذا. كنا كنعرفوا المستوى ديال المدرب انه من افضل المدربين حاليا اللي كاينين في المغرب، لكن هناك بعض الامور اللي باقي ما تفهماتش بالنسبه للمدرب، خصوصا بعض الاختيارات الفنيه اللي كيبدا بها المقابله، وايضا بعض اللاعبين اللي كيتم العزل ديالهم وما كيدخلهمش وما كيعطيهمش فرصه، بحال اللاعب الجنوب افريقي دومينغو اللي بين انه عنده مهارات كبيره. نتمنى ان هذه الغيابات هذه اللي عند المدرب في هذه المقابله هذه انها تخليه يدفع بدومينغو ويدخل بشكل اساسي، لاننا كنعرفوا الامكانيات ديالو انه غيقدم الكثير في هذه المقابله هذه. مقابله اللي لا تقبل القسمه على اثنين، مقابله اللي مصيريه بالنسبه للمدرب وايضا بالنسبه للاداره وايضا بالنسبه للفريق هذا الموسم، لانه ضيعنا بزاف ديال النقاط في بعض المقابلات اللي كان من الامكان اننا ننتصروا فيها، ضيعنا فيها نقاط كثيره. لهذا ما بقاش الوقت ديال تضييع النقاط، خاص اي مقابله تلعب كانها نهائي باش ان فريق الرجاء الرياضي انه يقرب من الصداره اللي بدات كتبعد علينا. ما بغيناش هذا الموسم هذا نخرجوا بزيرو لقب، وإلا بقينا في هذا الشكل هذا وبقينا في هذه النتائج هذه حتى دوري ابطال افريقيا شوف واش غنشاركوا فيه الموسم المقبل ولا لا. نتمنوا ان الاخطاء تصحح، نتمنى ان فريق الرجاء الرياضي يرجع للسكه ديال الانتصارات وانه يفرح الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي اللي غتشجعوا وغتدعموا، ونتمنى ان الانتصار يكون في حليف فريق الرجاء الرياضي، ونتمنى ان نخرجوا من هذه النتائج السلبيه هذه اللي ضعضعات الفريق وعيات الجماهير وايضا الاداره. نتمنوا خير ان شاء الله في المقابله ديال غدا، نتمنى انها تكون المفتاح ديال الفرج، المفتاح ديال النتائج الايجابيه اللي غتجي مستقبل، ونتمنى ان غدا ان شاء الله تكون بدايه جديده لفريق الرجاء الرياضي. نتلاقاو في فيديو جديد ونتلاقاو في اخبار جديده، ونتمنوا الانتصار غدا في المقابله ديال الفتح الرباطي، ونتلاقاو غدا ان شاء الله في واحد اللايف اللي غنهضروا فيه على المقابله ان شاء الله غيكون غدا مع العشرة. نتمنى لكم انكم تكونوا في الموعد، ونتلاقاو ان شاء الله غدا. نهاركم مبروك وساعتكم سعيده.